أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحدثنا في الدرس السابق عن الاجتياح التتري الرهيب الذي عانى منه المسلمون في سنة 617 من الهجرة، ورأينا المجازر الشنيعة في سمرقند ومرو ونيسابور وغيرها. ثم تحدثنا عن الانتصار المرحلي الذي حققه جلال الدين ابن محمد بن خوارزم على التتار في غزنة، وذلك بعد أن وحد بعض جيوش الدولة الخوارزمية. ووقفنا على الانتصار الثاني لجلال الدين على التتار في كابل، والذي كان من نتيجته أن حرر المسلمون عشرات الآلاف من أسر المسلمين وقتلوا عددا كبيرا من التتار. ثم سبحان الله تمكن المسلمون من شيء يعتبره كثير من الناس نعمة، ولكن سبحان الله كثيرا ما يكون نقمة. هذا الشيء هو الغنائم، الدنيا. وكم أهلكت الدنيا من مسلمين. روى البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. كانت قلوب المسلمين إخواني وأخواتي في هذه الحقبة من الزمان مريضة بمرض الدنيا العضال، إلا ما رحم الله عز وجل. كانت حروبهم حروبا مادية قومية، حروب مصالح، حروب أهواء، ولم تكن حروبا في سبيل الله عز وجل. لذلك كان لهم انتصار مرة أو مرتين بحب البقاء، الرغبة في الملك، الخوف من الأسر، الخوف من القتل. كانت لهم جولة أو جولتان، لكن ظهرت خبايا النفوس عند كثرة الأموال والغنائم. وقع المسلمون في الفتنة، اختلف المسلمون على تقسيم الغنيمة. قام سيف الدين بغراق اللي هو كان أمير الترك، وقام أمير آخر هو ملك خان أمير مدينة هراه، وقام كل منهما يطلب نصيبه في الغنائم، وحدث الاختلاف وارتفعت الأصوات، ثم بعد ذلك ارتفعت السيوف. نعم، ارتفعت السيوف ليتقاتل المسلمون على تقسيم الغنيمة، وجيوش التتار ما زالت تملأ معظم مدن المسلمين، وسقط من المسلمين سبحان الله قتلى على أيدي المسلمين. وكان ممن سقط أخ لسيف الدين بغراق، أخوه، غضب غضبا شديدا وقرر، وخلي بالك بقى، قرر انسحاب من جيش جلال الدين، ومعاه 30,000 مقاتل. 30,000 مقاتل. حدث ارتباك كبير جدا جدا في جيش المسلمين. حاول جلال الدين أن يحل المشكلة، أسرع على سيف الدين بغراق، يرجوه أن يعود إلى صف المسلمين. المسلمون في حاجة إلى كل جندي، في حاجة إلى كل طاقة. فوق هذا الانسحاب سيؤثر على معنويات بقية الجيش، لأن الفرقة التركية التي انسحبت هي أقوى فرقة في جيش جلال الدين. لكن سيف الدين بغراق أصر على الانسحاب، وانسحب بالفعل، وانكسر جيش المسلمين انكسارا هائلا، انكسر ماديا وانكسر كذلك معنويا. ولم يفلح المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله في استثمار النصر الغالي الذي حققوه في غزنة وفي كابل. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا. تحذير نبوي خطير، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. لم يدرك المسلمون في هذه الآونة حقيقة الدنيا، لم يدركوا أنها دار استخلاف واختبار وامتحان، وليست دار قرار وبقاء وخلود. نسي المسلمون امتحان ربهم ولم يستعدوا له. وبينما هم كذلك سبحان الله، جاء جنكيز خان بنفسه على رأس جيوشه ليرى ذلك المسلم الذي انتصر عليه مرتين في غزنة وفي كابل. وسبحان الله، منذ قليل كنا في انتصار، الآن دب الرعب والهلع في جيش المسلمين.
قلت أعداد المسلمين، تحطمت معنوياتهم. رأى جلال الدين أن جيشه أصبح ضعيفا جدا. ماذا فعل؟ أخذ جيشه وبدأ يتجه جنوبا للهروب من جيش جنكيز خان، أو على الأقل تجنب الحرب في هذه الظروف. لكن جنكيز خان كان مصرا على الحرب، وفعل جلال الدين مثل ما فعل أبوه من قبل. بدأ ينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد حتى وصل إلى حدود باكستان، فاخترقها واخترق كل باكستان حتى وصل إلى نهر السند الذي يفصل بين باكستان وبين الهند. وهناك قرر العبور لنهر السند والدخول في أرض الهند، مع أن علاقته بأهل الهند يعني علاقة سيئة جدا جدا، لكن كان أرحم عنده من لقاء جنكيز خان. لكن سبحان الله عند نهر السند لم يجد السفينة التي وجدها أبوه، فانتظر وفوجئ بعد قليل بجيش جنكيز خان من خلفه. لم يكن هناك بد من القتال. نهر السند من خلفهم والسفن على مسافة بعيدة. نعم طلب بعض السفن لكن لن تأتي إلا قبل أيام. لازم يتم القتال. دارت موقعة رهيبة بكل معاني الكلمة. كل المشاهدين لهذه الموقعة قالوا إن كل ما مضى من الحروب كان لعبا بالنسبة إلى هذا القتال. استمر اللقاء الدامي 3 أيام متصلة، واستحر القتل في الفريقين. وكان ممن قتل في صفوف المسلمين سبحان الله الأمير ملك خان اللي لسه من شوية كان بيتخانق على الغنيمة مع سيف الدين بغراق. ها هي الدنيا قد قتلته ولم يصفر منها بشيء، لم يتجاوز لحظة موته بدقيقة واحدة. ولكن يا إخواني شتان بين من يموت وهو ناصر للمسلمين بكل قوته، ومن يموت وقد تسبب بصراعه في فتنة أدت إلى هزيمة مرة. في اليوم الرابع انفصلت الجيوش لكثرة القتل، وبدأ كل طرف يعيد حساباته. وبينما هم في هذه الهدنة المؤقتة جاءت السفن إلى نهر السند. جلال الدين لم يضيع أي وقت في التفكير، أخذ القرار السريع اللي أخذه أبوه قبل كده، الهروب. قفز الزعيم المسلم إلى السفينة ومعه خاصته ومقربوه، وعبروا نهر السند إلى بلاد الهند، وتركوا التتار على الناحية الغربية لنهر السند. لكن هل تركوهم وحدهم؟ أبدا، تركوهم مع بلاد المسلمين ومدن المسلمين وقرى المسلمين، تركوهم مع المدنيين دون حماية عسكرية. وجيوش التتار كما تعلمون لا تفرق بين مدني وعسكري. هذا بالإضافة إلى الحقد الشديد في قلب جنكيز خان نتيجة الهزيمتين السابقتين. انقلب جنكيز خان على بلاد المسلمين يصب عليها عظيم غضبه، يفعل بها ما اعتاد التتار أن يفعلوه وأكثر. وكانت أشد المدن معاناة مدينة غزنة عاصمة جلال الدين بن خوارزم، المدينة التي هزم عندها قبل ذلك جنكيز خان. قتل كل رجالها بلا استثناء، سبى كل الحريم بلا استثناء، وأحرق كل الديار بلا استثناء، وتركها كما يقول ابن الأثير خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس. وسبحان الله يجدر بالذكر هنا أن نشير إلى أنه في جملة الذين أمسك بهم جنكيز خان من أهل المدن كان أطفال جلال الدين بن خوارزم سبحان الله، وأمر جنكيز خان بذبحهم جميعا. وهكذا ذاق جلال الدين من نفس المرارة التي ذاقها الملايين من شعبه. روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كن كما شئت كما تدين تدان. والحديث مرسل.